الكوميرس حلال والكوميرس حرام. ايش يحكوا هذا؟ يا مسلم باش تخدم بالحلال مش باللازم عليك تكون شيخ والا مفتي، جوز تتجنب اي حاجه نهانا عليها ربي في القران ولا في السنه، ومينيموم تتجنب الحاجات اللي ظاهره حرام وما فيها حتى نقاش، كيما الغشه والا السرقه نتاع خدمه العباد وقيد على كوبي كولي، والا برشا دي استراتيجي دو ماركتينغ اللي مبنيين على الكذب والتحيز. للتوضيح لاني شيخ وداني مفتي، جوست انسان نسعى انه كل فرنك يدخل يكون حلال، وانت زاد لازم تسعى للحاجات. وكيما قال الرسول الحلال بين والحرام مبين، يعني قبل ما تعمل اي حاجه جربها على روحك قبل وشوف روحك ترضى بها والا لا. وهذاك علاش باش يكون فما برشا كونتنت المده الجايه فيه اي حاجه عملت عليها ريسيرش وقاعد نطبق فيها توا في البيزنس بتاعي باش ننفعكم به، وباش نسعى ان شاء الله انه كل معلومه نعطيكم الدليل والسورس نتاعها. كما قلت لكم قبل مانيش مخول باش نجيب من عندي، واهم حاجه بالله عمرك لا تهز كلامي ولا اي معلومه مسلمه، خاطر ينجم يكون كلامي غلط. كما تعرف الانسان مش معصوم من الخطا، يعني ما تاخذش المعلومه كما هي، زيد لوج واسال وشرشي اكثر، واهم حاجه اسال اهل الذكر، وربي يدلنا اللي فيه خير الناس كل.